خطوات دهان لون شفاف طبيعي مع لون شامبين أو لون متالك ذهبي. ده هيكون موضوع الفيديو من البداية للنهاية. أول خطوة بنبدأ بيها اللي هي مرحلة الصنفرة رقم 120. بس يا جماعة بتصنفر في المرحلة دي، بتصنفر باتجاه المسام بتاعة القشرة أو باتجاه المسام بتاع الخشب عشان ما نعملش تجاريح في الخشب أو في القشرة. بعد كده بتبتدي بمرحلة السيلر. الغرض من السيلر ده ان هو زي وش عازل، كيلو سيلر مع كيلو تونر حار، وبتخف وبتطلع بتدي وش سيلر بالمسدس او بتديش وش سيلر بالشاشة زي ما انت شايف كده. الغرض منه ان هو وش عازل زي ما احنا اتكلمنا. بعد كده بتبتدي في مرحلة المعجون دي يا جماعة. الملونات المائية اللي احنا بنلون بيها المعجون دي يا جماعة معجون بلدي او بتلون معجون الجاهز، بتلونه بالملونات دي، بتلون المعجون ده. يعني المعجون بيبقى نفس اللون بتاع الخشب اللي انت بتشتغل به زي ما انت شايف كده. الغرض من المعجون دي يا جماعة ان احنا بنسد بيه او بنقفل بيه المسام بتاعة القشرة او المسام بتاعة الخشب. طبعا بتبقى مفتحة، فالغرض من المعجون ده ان احنا بننزله في قلب المسام عشان يبقى السطح بتاع القشرة او السطح بتاع الخشب يبقى كله ملمس واحد. بعد ما بتنتهي بالقشرة بتخش في الخشب، بتمعجن راس المسمار وبتمعجن اللحام بتاع الخشب زي ما انت شايف كده. دي اللي هي يا جماعة اللي هي مرحلة المعجون زي ما احنا اتكلمنا. الغرض منها اللي احنا بنقفل المسام بتاعة القشرة والمسام بتاعة الخشب. بعد الانتهاء من المعجون بتخش في الصنفرة، بتصنفر بصنفرة 120، بس صنفرة قديمة عشان ما تجرحش، وتصنفر بالاتجاه بتاع المسام بتاعة القشرة وباتجاه المسام بتاعة الخشب عشان ما تسيبش أثر تجاريح، عشان الناس اللي بتشتكي من التجاريح في التشطيب. ده يا جماعة الشغل بعد لما أخد وش السيلر زي ما انت شايف كده. الغرض من وش السيلر ده اللي هو وش عازل عشان لما ندي السيلر البليستر أو السيلر البروسان الخشب ما يمصش الموم بتاعتنا، فاحنا بندي وش عازل. بعد ما بنخلص بيبقى زي ما انت شايف كده. دي يا جماعة مرحلة السيلر البليستر. بنحط زي ما انت شايف كده. دي اللي هي اهم مرحلة. بنحط 3 غطاء مصلب، 3 غطيان بتوع الازازة مصلب. بعد كده يا جماعة بنحط زي ما انت شايف كده 3 كيلو بوليستر خام. وبعد كده بنحط المذيب او الاسيتون او التنر. بنحط قيمة كيلو، يعني مش بنكتر، بيبقى زي ما انت شايف كده عشان الناس اللي بتشتكي من البليستر وبتقول البليستر بيخرم وبيعيب. احنا هنتعرف يا جماعة عشان احنا عاملين فيديو مخصص عن البليستر عشان الناس اللي بتشتكي من البليستر. بتدي وش في وش لحد لما تقفل المسام بتاعة القشرة والخشب لحد لما يوصل زي ما انت شايف كده. دي يا جماعة بعد الانتهاء بتاعة مرحلة السيلر البليستر. بتسيب الشغل بعد الجفاف بعد 8 ساعات بتطلع بتصنفر بصنفرة 150 زي ما انت شايف كده باتجاه القشرة. وبعد كده صنفرة 240، ثم صنفرة 320 عشان نضيع التجاريح بتاعة الصنفرة. يعني بنزيل التجاريح بتاعة الصنفرة كلها لحد لما يوصل زي ما انت شايف كده. كده الشغل جاهز لمرحلة التشطيب. دي يا جماعة اللي هو الدوكو البني، يعني بني دوكو ماهوش صبغة. بنجيب الكيلو يا جماعة بياخد 5 كيلو تنر، يعني كيلو البوهية الدوكو بياخد 5 كيلو تنر. بتختار اللون المناسب بتاعك. دي يا جماعة رقم 1677، رقم البني اللي انا بشتغل بيه. اول مرحلة طبعا بتخف زي ما اتكلمنا. الكيلو بياخد 5 كيلو تنر وبتطلع بتحرق. اول مرحلة في الرش اللي هي مرحلة التحريق. بعد كده بترفع المسدس بتاعك شوية وبتبتدي ان انت بتسيح وش في وش كده. مش بتقفل المسدس بتاعك وبتجيب الدرجة بتاعتك مرة واحدة عشان الناس اللي بتشتكي من التلطيش ده بيكون مجرد ان انت رميت على الشغل بتاعك في اللون مرة واحدة.
بعد ما بتنتهي من مرحلة اللون بتبتدي ان انت بتدي وش تثبيت، بنثبت اللون بتاعنا عشان نحافظ على اللون بتاعنا ايه، ان هو ما يتسلخش وما يتجرحش. بنثبت اللون ده بايه؟ بنثبته بورنيش نيترو اللي هو الورنيش المط. بتطلع تثبت بيه، وبعد كده بتبدأ ان انت بتغلف القشرة بتاعتك بالورق عشان نخش في مرحلة تشطيب الذهبي او الشامبيه الذهبي. دي يا جماعة بطانة صفراء، بطانة دوكو لونها أصفر. الكيلو البطانة بياخد كيلو تنر. الغرض من البطانة دي يا جماعة إن هي بتستر على الشغل بتاعك، عشان لو طلعت ترش الدهب بتاعك أو الشامبين بتاعك، الشامبين والدهبي مش هيسترهم معاك ومش هيكسم على الشغل من غير بطانة. فدي الوظيفة بتاعت البطانة، عشان لما نيجي نرش الدهب بتاعنا يستر معانا في ساعتها كده ايه، واللون يبقى بيكسي معانا على طول. دي بعد البطانة زي ما انت شايف كده. بعد كده بتخش في مرحلة ايه، في مرحلة اللي هي ايه، تشطيب الشامبين. دي يا جماعة شامبين ذهبي او دوكو لونه ذهبي، تمام، او متالك ذهبي. المهم المسميات بتاعته كلها ايه، كلها واحدة. بيبقى ايه، لونه ذهبي زي ما انت شايف كده، زيه زي البودرة البلجيكي كده. المسدس المستخدم مسدس رش دوكو. الغرض من الوش اللي احنا بنديه يا جماعه ده مش وش تشطيب. انت ايه، بتنعم البطانه بتاعتك بصنفره، وبعد كده بتبتدي ان انت بتدي ايه، وش بطانه دوكو دهبي، وبعد كده بتنعم الشغل بتاعك، وبعد كده ايه، بتطلع تشطب الشامبين الدهبي بتاعك. فبيوصل زي ما انت شايف كده. كده يا جماعة الشغل ايه، بعد الشامبين الدهبي ده انت بتثبت الشامبين او بتثبت البودرة او المتالك بتاعتك دي بايه، بتثبته بورنيش دوكو عشان تحافظ على الصدفة بتاعته. بعد كده بتفك ايه، الورق من على القشرة بتاعتك اللي احنا كنا مغلفينه، بيبقى زي ما انت شايف كده. بتخش بقى يا جماعة في مرحلة الباتينة. يعني الشغل بتاعك كده، الخشب مش شطب باللون الذهبي، والقشرة مش شطبة باللون الطبيعي زي ما انت شايف كده. بس احنا عاوزين ندخل اللون الذهبي ده في الباتينة، فبنجيب دي يا جماعة اللي هو الزيت المفتحين والأنابيب بتاعة الباتينة. بتختار اللون بتاعك المناسب اللي انت عاوز تعمله، وبتطلع بتشتغل زي ما اتكلمنا في الفيديوهات بتاعة طريقة عمل الباتينة. لو حابب برضو تتابع، انا هسيب لك الرابط داخل صندوق الوصف. بعد ما بتملى الشغل بتاعك بالباتينة، بتطلع زي ما اتكلمنا، بتطلع ايه، بتمسح الشغل بتاعك كده بقطعة قماش. اللي غرض منه ان انت بتنور الشغل بتاعك. بعد كده بتبتدي بالفايبر. الغرض من الفايبر ده يا جماعة ان احنا بنسرح الباتينة بتاعتنا كده، يعني ما يبقاش اللون بتاعنا كله مية واحدة، لا، يبقى اللون بتاعنا في فاتح وغامق كده، ما يبقاش كله ايه، ما يبقاش كله لون واحد. زي ما انت شايف كده. ده يا جماعة الشغل اثناء مرحلة الباتينة بالفايبر. يعني بتجيب الفايبر وبتطلع تمسح كده ايه، بتشف الباتينة بتاعتك من على الشغل، فبتحس ان الشغل بتاعك متضلل او الشغل بتاعك متدخن. طبعا الباتينة دي مش بتنفع ان انت ايه، تسيبها من غير تثبيت. فبتجيب ورنيش الدوكو الشفاف زي ما انت شايف كده، ويفضل ان هو يكون فاتح شفاف، ما يكونش غامق عشان ما يغمقلكش البوضة. بتخف فوق الكيلو. الورنيش بياخد كيلو تنر. الغرض من الورنيش ده ان احنا بنثبت الباتينة. يعني احنا رشينا الشامبين وثبتناه بالورنيش، وبعد كده بتنا الباتينة بتاعتنا، فلازم ان احنا نثبتها عشان ما تتمسحش. فبتطلع تثبتها، بتدي ايه، وش في وش كده، مش بترمي مرة واحدة عشان الباتينة بتاعتك ما تهربش او اللون بتاعها ما يشفش من على الشغل. فبتثبت وش في وش زي ما انت شايف كده. وبتخش في مرحلة التشطيب اللي هي ايه، يعني بترش على حسب اللمعة بتاعتك. يعني عايز لمعة لامع او نص لامع، بتختار اللمعة المناسبة ليك وبتطلع ترش ايه. الغرض من الورنيش ده ان انت ايه، بتدي وش اللمعة بتاعك اللي انت عاوز تشوفه. عاوز تشوفه لامع، عايز تشوفه مط نص لامع. الغرض منه هي دي ايه، مرحلة الورنيش بعد الانتهاء بيبقى زي ما انت شايف كده. يا ريت يا جماعة تشجيعا لنا عشان نستمر معاكم بنشر المزيد، تدعمونا بلايك. ولو أول مرة تتابعني وحابب تستفاد أكتر، هتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا.